انتوا لسه شفتوا حاجه؟ الدكتور محمد يمارس علينا الدكتاتورية في أبهى تجلياتها اليوم. افتح الكاميرا يا دكتور محمد. السيدات والساده اعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الفلاسفه العرب، الدكتوره سميه بيدوح رئيس المجلس التنفيذي من دوله تونس الشقيقه، الدكتور الأحسن رحماني من دوله المغرب الشقيق، باحثة الدكتوراه الأستاذة شهرزاد حمدي من دولة الجزائر الشقيقة، أهلا وسهلا بحضراتكم في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الفلاسفة العرب. اليوم هو يوم 13 مارس 2023. لعل أول سؤال أو أول ما يجول بخاطر البعض هو السؤال عن المجلس التنفيذي السابق، ربما للاستفادة من خبراتهم أو أعمالهم السابقة مع الاتحاد أو التعرف إليهم أو استشارتهم في أمر من الأمور فيما بعد. عليه أوضح لحضراتكم ما يلي. أولا، اتحاد الفلاسفة العرب منذ إطلاق الفكرة في نوفمبر 2018 إلى الساعة القائم بأعمال أو بكافة أعمال المؤتمر، بكافة أعمال الاتحاد عفوا تقريبا، هو طبعا محمد عرفات حجازي. ربما في الفترة الأخيرة الشهور القليلة الماضية انضمت إلينا الدكتورة فاطمة مصطفى، وهي مسؤولة عن العلاقات العامة والتواصل بصفة عامة. أما باقي الأعمال سواء أعمال داخلية تخص الاتحاد أو مستوى التواصل والعلاقات أو ما إلى ذلك، فكان القائم بها محمد عرفات فقط. عليه نوضح لحضراتكم ما يلي. النقطة الأولى وهي طبعا تتعلق بالإدارة العامة لاتحاد الفلاسفة العرب، والتي تتكون من أولا رئيس الاتحاد بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة الاستشارية أو الهيئة الاستشارية لاتحاد الفلاسفة العرب، والمكونة حاليا من كل من الأستاذ الدكتور محمد أحمد السيد من جمهورية مصر العربية، الأستاذة الدكتورة فاطمة إسماعيل من جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور علي أسعد وطفة من دولة سوريا الشقيقة، إضافة إلى انضمام الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم عطية من جمهورية مصر العربية. هذا فيما يخص الإدارة العامة لاتحاد الفلاسفة العرب. فيما يخص المجلس التنفيذي، يتكون المجلس التنفيذي أو من المفترض أن يكون كذلك من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة أو الإدارة العامة للاتحاد أو رئيس الاتحاد من بين أعضاء الاتحاد ولمدة 2 سنين. طبعا هذه المعلومات ستكون موثقة وموجودة في بطاقات عضوية حضراتكم. فيما يخص مهام المجلس التنفيذي سواء بالنسبة لرئيس المجلس أو السادة أعضاء المجلس التنفيذي، النقطة الأولى: من حق المجلس التنفيذي الاتفاق على عدد أعضاء المجلس. ربما لكم الحق في تقليص العدد من 8 أشخاص إلى أقل أو أكثر قليلا وفق ما يتناسب مع التزاماتكم تجاه الاتحاد. النقطة الثانية: يتولى المجلس التنفيذي العمل على متابعة تحقيق أهداف اتحاد الفلاسفة العرب ومتابعة تنفيذ ما تقرره الإدارة العامة للاتحاد. يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل 6 أشهر ما لم يتم استدعائه في أمر طارئ. النقطة التالية: استحداث لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء، هذه أيضا من مهام المجلس التنفيذي. النقطة التالية: تقديم ودراسة مشاريع خطط عمل الاتحاد ثم إحالتها للإدارة العامة لإقرارها. النقطة التالية: الإشراف على السياسة العامة للاتحاد ومراجعة برامج عملها السنوية. النقطة التالية: اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء المنتسبين. النقطة التالية: تقديم الاقتراح فيما يتعلق بالعضوية أو بالأعضاء وانتهائها للأعضاء المنتسبين. كما تلاحظون حضراتكم في شروط الانضمام لاتحاد الفلاسفة العرب هناك عدة شروط أو العديد من الشروط وضعناها
يجب أو ينبغي التقيد بها عند تجديد العضوية. وهنا يأتي طبعا دور اللجنة التنفيذية بتقديم الاقتراح فيما يتعلق بتجديد العضوية أو إنهاء العضوية لسبب أو لعديد الأسباب. النقطة التالية: اقتراح ودراسة الأسس التي تساعد الاتحاد في عمله وتساعده في الحصول على مشاريع ذات مردود أكاديمي ومالي. النقطة الأخيرة: يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس لإدارة اتحاد الفلاسفة العرب تقرير عن أعمال المجلس فيما بين دورات انعقاده، متضمنا ملاحظات المجلس عن تنفيذ الاتحاد لبرامجه وأنشطته. إلى هنا تنتهي اللائحة المتعلقة بالمجلس التنفيذي لاتحاد الفلاسفة العرب. الآن أحيل الكلمة إلى رئيسة المجلس الدكتورة سمية بيدوح، فلتتفضل. تفضلي يا دكتورة. سيد محمد، على هذا التوضيح. حسب ما فهمت أن اللجنة التنفيذية عليها أن تختار عدد الأعضاء. نعم. من 8 أو تقليل عدد 8 أو أكثر من 8. اللجنة الاستشارية كنا قد تعرفنا عليها، ولكن نرحب بانضمام الأستاذ الدكتور أحمد عطية الذي هو مألوف عندنا في تونس ونعرفه جيدا. ومن مهامنا هناك ما قلتم الاتفاق على عدد أعضاء المجلس والعمل على تحقيق أهداف الاتحاد. هنا العمل على تحقيق أهداف الاتحاد، ما المقصود بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد؟ هدفنا واحد. هدفنا هو دعيني أوضح الفكرة. ربما الأهداف، هناك جملة من الأهداف التي قام اتحاد الفلاسفة العرب من أجلها. ذكرنا الخطوط العامة لتلك الأهداف في المقال التأسيسي. المقال منشور في شهر نوفمبر 2018 على موقع هوامش.com. أيضا تم نقل المقال إلى الويب سايت على علمي بذلك دكتور محمد. للاتحاد، الموقع الرسمي للاتحاد على جوجل. المقال التأسيسي موجود على الموقع الرسمي، وبه الخطوط العامة لأهداف اتحاد الفلاسفة العرب. وبالتالي من بين مهام المجلس التنفيذي التكاتف لأجل بلوغ هذه الأهداف. فرضا، وهي فرضية، أن يكون لنا هدف إضافي جديد، وهو حتى يا دكتورة، في حال وجود هدف أو عدة أهداف إضافية جديدة ربما تطرقنا إليها في النقطة الرابعة، وهي نناقشها استحداث في النقطة الرابعة من مهام المجلس التنفيذي. قلنا إن استحداث لجان عمل عند الاقتضاء، متخصصة عند الاقتضاء، وبالتالي معكم الصلاحية في ذلك. إذن تقديم خطط الاتحاد أيضا، ودراسة تقديم عفوا يا دكتورة، تقديم ودراسة بمعنى الواو هنا واو عاطفة. التقديم ربما يجتمع المجلس التنفيذي ويقدم مشروع عمل الاتحاد، سواء كان استكتاب جماعي أو فكرة مؤتمر أو ملتقى أو ما إلى ذلك. وربما وهنا ربما تعود إلى الواو العاطفة بين تقديم ودراسة. ربما يكون لدينا أو لدى الاتحاد مشروع، يعني كما تعلمون جميعا وكما قلت في بداية الجلسة أنني يعني كنت قائم بكافة الأعمال، وبالتالي هناك العديد من المشاريع التي تعد جاهزة على التنفيذ. بالتالي نحن نقدر هذا الجهد. بالإمكان أن تتقدموا بدراسة أو عدة دراسات لمشاريع عمل، أو في المقابل أن يقدم الاتحاد أو يعرض عليكم الاتحاد مشروع جاهز لدراسته وتقريره. إذن من بين الأفكار التي راودتني الآن وأنتم تتحدثون دكتور محمد، أن علينا الإشراف والمراجعة. في الإشراف والمراجعة نقترح أن يكون في اللجنة من هم متخصصون في اللغة العربية. عفوا يا دكتورة، عفوا. الإشراف والمراجعة على برامج الاتحاد، على برامج عمل الاتحاد السنوية، وليست على مراجعة لغوية.
فهمت. نتحدث عن يعني البرامج. بمعنى في حالة وجود الاتحاد، بمعنى مثلا الاتحاد يعني العام الماضي نحن مثلا قدمنا الملتقى العربي الأول عن وضع تدريس الفلسفة في الثانويات العربية، وكان الدكتور الأحسن مساهم معنا في إحدى اللقاءات. هذا برنامج من برامج الاتحاد. من ضمن برامج الاتحاد أيضا العام الماضي قدمنا مؤتمرين. هذه الأعمال ستعرض على المجلس التنفيذي قبل عرضها وطرحها في الفضاء العام، وبالتالي لكي يقرر المجلس التنفيذي أو يضيف أو يعدل أو ما إلى هذا ذلك. الخطأ الذي ذهبت إليه. المراجعة كنت أتصور أنهم كتب وسنراجع وراء من عفوا. لا، التدقيق اللغوي له شأن آخر. نعم، نجلس تحكيم يعني. لا مش تحكيم. لا تحكيم التدقيق اللغوي التحكيم من ليس مهام من اللجنة العلمية أو الهيئة العلمية للاتحاد. نعم واضح أستاذ. تفضل يا دكتورة سمية. هنا آخر اقتراح، وهو اقتراح خصوص الاتحاد أكاديميا وماليا. 3 أسطر تحت ماليا. طيب حاضر. 3 أسطر، لأننا بحاجة إلى المال حتى يمكن أن نفتح على أبواب طباعة الملتقيات وأيضا الدراسات التي سنقوم بها. طبعا أنا في خلال الفترة الماضية وكما تعلمون يعني مش عايز يعني لا أريد تكرار الحديث أكثر من مرة. كما تعلمون أني يعني كنت قائم بكافة الأعمال أو بكافة المهام تقريبا بمفردي. هناك تواصلات مستمرة منذ فترة مع عديد الجهات. هناك أيضا تواصلات هذه الأيام مع بعض رجال الأعمال وبعض المهتمين بالفكر عموما، الذين ربما نجد لديهم يعني أحد أوجه الدعم بشكل أو بآخر. التواصلات مستمرة، ولا يعني إسناد مهمة من المهام للمجلس التنفيذي أن رئيس الاتحاد سيتخلى عن المجلس. بالعكس، أنا معكم يدا بيد. يعني أنا مستمر في التواصلات وفي المباحثات سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى المالي. ربما اليوم فقط كنت أتواصل مع رئيس قسم الفلسفة في جامعة طرابلس الليبية، وهناك تنسيقات لعقد شراكة فكرية بين اتحاد الفلاسفة العرب وبين كلية الآداب في جامعة طرابلس الليبية. وربما يكون لنا موعد مع السيد وزير التربية والتعليم في دولة ليبيا بعد شهر رمضان إن شاء الله. مجمل القول أني معكم يدا بيد. إذن ليس لي ما أقول بعد ما قلتم. طيب. وأنا كرئيسة لجنة تنفيذية أوافق على كل ما صدر من مقترحات، وقد نضيف مقترحا إضافي آخر. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. سنتناقش فيه لاحقا دكتور محمد. تمام. شكرا لكم. الآن أحيل الكلمة إلى الدكتور الأحسن الرحماني. تفضل مشكورا. تحية طيبة للجميع. أولا نشكر الأستاذ محمد حجازي على تقديمه المهام المجلس التنفيذي. وبالمسألة قمت يعني تحديد مجموعة من المهام، ولكن ما يهم على مستوى المجلس التنفيذي في رأيي هو تنفيذه للبرامج المرتبطة بالاتحاد، خاصة البرامج الأكاديمية، لأن في آخر المطاف اتحاد فلاسفة العرب هو يعني مركز متخصص في الدراسات الأكاديمية المرتبطة بمحاولة الرفع من منسوب الوعي العربي بصفة عامة، خاصة على مستوى يعني البرامج المرتبطة بتدريس الفلسفة وما يصاحبها من إشكالات على مستوى تنزيل يعني البرامج التي تمكن أساتذة الفلسفة سواء في الجامعة سواء في الثانويات من يعني الاستفادة من تكوينات مهمة. وبالتالي عندما نتحدث عن مهام المجلس التنفيذي وجب أن ترتبط
المهمة الأكاديمية أساسية. مهمة يعني الاتفاق على عدد أعضاء المجلس وغير ذلك هي اعتقادي يعني مسألة تقنية بالتالي لن تشكل عائقا بالنسبة للمجلس. تحقيق وتنفيذ، متابعة وتحقيق وتنفيذ يعني ما تم تقريره من طرف الإدارة العامة. أنا أرى بأن المجلس التنفيذي أيضا يجب أن تكون له قوة اقتراحية أيضا، لأنه ليس فقط ما بين مسمى المجلس التنفيذي وجب أن ينفذ بدون أن يقترح، لذلك يجب أن يكون قوة اقتراحية. وجب أن تكون من مهامه أيضا اقتراح مشاريع وأعمال أكاديمية وإلى غير ذلك طرف أعضاء المجلس التنفيذي. ربما نضيف هذه المهمة من المهام أيضا، أو نفتح المهمة لكي لا يجعل المجلس التنفيذي مجرد يعني أداة لتنفيذ مشاريع دون الرجوع إليه في الاقتراح. هي موجودة من بين ما ذكر الدكتور محمد، ذكر وتقديم ودراسة خطط الاتحاد، يعني عندك حرية أيضا المبادرة. نعرفش دكتور محمد معنا أم لا؟ موجود وسامع. أنا خليت الدكتور لحسن يكمل كلامه وبعدين أنا كنت هعلق على الكلام. يعني هي موجودة في النقطة تقريبا في المهمة الرابعة أو في المهمة الخامسة، ويمكن أنا دي توقفت معاها بعض الوقت، اللي هي تقديم ودراسة مشاريع خطط عمل الاتحاد. يعني إن حضراتكم أنا أعتقد أن تقديم ودراسة خطط عمل الاتحاد ليست هي يعني الاقتراح أعمال جديدة أو خطط جديدة. ربما نقيم الأعمال التي يمكن أن تصدرها الإدارة. هذا ما فهمته. الاقتراح كما أوضحت يا دكتور محسن، الاقتراح من المقدم من المجلس التنفيذي، بيقترح المجلس التنفيذي مشاريع عمل جديدة، سواء كانت متعلقة بمؤتمرات أو ملتقيات أو استكتابات جماعية. هذا فيما يخص التقديم. أما الدراسة فهي متعلقة أيضا بذات المواضيع، سواء كانت مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو عربية أو مشاريع استكتاب جماعية، بيقدمها الاتحاد كمشروع، بيقدمها الاتحاد للمجلس التنفيذي، وبعد ذلك بيقر أو من مهام المجلس التنفيذي هنا دراسة هذا المقترح وإبداء الرأي بخصوصه. لديه الصلاحية أن يرفضها أو يتبناها. نعم. إذا ما معنى دراسة مشاريع خطط عمل الاتحاد إذا كانت ليست من صلاحياته الرفض أو التعديل أو إبداء الرأي؟ وما الفائدة إذن من عرض المقترحات على المجلس التنفيذي؟ لأن أنا اعتقدت بأن تقديم ودراسة خطط عمل الاتحاد هي من أجل تجويد يعني عمل الاتحاد وفقط مراجعتها مراجعة برامجها. يا دكتور لحسن، لا، مع احترامي الشديد، أنتم لجنة موقرة، لكم مهامكم، هي ليست لجنة سورية. نحن أرفع من ذلك بكثير، نضع لجنة أو عدة لجان سورية أمام الملأ أو أمام الحكومة. ربما يمكن القول أنه نوع من التخفيف عن كاهل رئيس الاتحاد كما سينظر البعض للمسألة من هذه الزاوية، ولكن في حقيقة الأمر هو تماشيا أو من باب التماشي مع المسمى الذي يضمونه جميعا، وهو الاتحاد أو اتحاد الفلاسفة العرب. فمن غير المقبول أن ينفرد أو يستأصد أحد الأشخاص بكافة المهام. علينا جميعا أن نتكاتف، أن نتساند، يعني تقسيم العمل. وهنا نحن لا نتحدث بروح أو بأسلوب الرئيس والتابع أو الرئيس والمرؤوس، ولكن في نهاية المطاف نحن نعمل كفريق عمل واحد. تفضل يا دكتور. تجديد العضوية أو إلغاؤها يجب أن تكون لنا معايير من أجل الصوت واضح. هو الصوت واضح لكن منخفض شوية بس يا دكتور. قلت اقتراح تجديد العضوية أو إلغاؤها يجب أن ترتبط بشروط معينة يمكن
تجديد عضويات المنتسبين إلى اتحاد فلاسفة العرب، لأن كما قلنا سابقا وقد تحدث محمد على مسألة العضوية بالنسبة لاتحاد فلاسفة العرب يجب أن يرتبط بعدد من الشروط، من بين أهم الشروط هي الشروط الأكاديمية، إنتاج مقالات معينة، نشرها في عدد من المجلات باعتبارهم أعضاء في اتحاد الفلاسفة العرب. ولكن ليس الأمر مرتبط فقط بالمقالات، يجب أن نفكر في شروط معينة تكون دقيقة بشكل أكاديمي من أجل اقتراح تجديد عضوية الشخص. يا دكتور، هو صوت حضرتك في تردد وفي صدى صوت، ولكن اللي فهمته من حضرتك بخصوص شروط العضوية أو تجديد العضوية، طبعا حق أعضاء المجلس التنفيذي إعادة النظر في شروط أو في الشروط الموضوعة للحصول على العضوية، هذا في المقام الأول. أيضا إعادة النظر في الشروط الموضوعة لتجديد عضوية المنتسبين. كانت من بين الشروط مثلا المذكورة للحصول على عضوية الاتحاد أنه في حالة عدم تقديم العضو ما يفيد بنشر ورقة بحثية على الأقل على المدار العام بتسحب منه العضوية. يمكنكم تعديل أو تغيير هذا الشرط، والبث أيضا لطلب تجديد عضوية أحد الأعضاء مثلا لم يلتزم بالشروط الموضوعة. هذه كلها من صلاحيات أعضاء المجلس. شكرا. آخر نقطة دكتور محمد، عفوا، آخر نقطة هي نقطة اقتراح قيمة الاشتراك، وأنا قد عانيت من هذه النقطة وهروب جميع الذين يريدون الالتحاق بنا في الاتحاد. هو للأسف الشديد ربما البعض لديه المعلومة والبعض الآخر ليست لديه المعلومة بهذا الشأن. العام الماضي أصدر الاتحاد اتحاد الفلاسفة العرب أكثر من 1000 بطاقة عضوية للمختصين والمهتمين بالشأن الفلسفي من مختلف ربوع الوطن العربي. كذلك أطلق اتحاد الفلاسفة العرب العديد من البرامج، وكنا على امل ان يشارك على الاقل نسبه 20 او 30% من الساده حاملي البطاقات العضويه في هذه البرامج، ولكن كانت الكارثه الكبرى هي عزوف اغلبهم عن المشاركه في اعمال وبرامج الاتحاد. الادهى والامر والمثير لكافه المسميات البائسه نجد البعض ممن يحملون بطاقة عضوية الاتحاد في العام الماضي وضعوا الاتحاد وحسابات الاتحاد كلها في قائمة الحظر، قائمة البلوك، منعوا التواصل النهائي. هم في اعتقادهم أن علاقتهم بالاتحاد أو ما يربطهم باتحاد الفلاسفة العرب هي مجرد ورقة إلكترونية أو صورة إلكترونية تثبت انتمائهم للاتحاد وكفى. ولكن أنا كنت حريص على النقطة من بداية تأسيس الاتحاد، وقلت أن هناك العديد من الامتيازات، هناك العديد من الأمور التي ستطرح تباعا. إلى الآن لم نوضح نكشف الستار بعض عن كافة برامج وأهداف ورؤى الاتحاد ومساعي اتحاد الفلاسفة العرب، كي لا يكون الأمر أو لا يكون الانضمام من باب كانت هناك فائدة سأنضم، وإن كانت أو انعدمت الفائدة أو انخفضت الفائدة لا يعنيني الانضمام بشيء. على كل الأحوال هذه المرجو تعود من الإخوان يرفع المايك للمجلس التنفيذي. إذا كان الدكتور لحسن الرحماني يقول فليتفضل، أو نحيل الكلمة وختامها مسك إلى باحثة الدكتوراه من الجزائر. ليس لدي ما أضيفه، أشكركم. شكرا دكتور لحسن الرحماني. الآن نعطي الكلمة إلى الأستاذة شهرزاد حمدي مسك الختام من دولة الجزائر الشقيق، فلتتفضل مشكورا. ولك كل الفضل والشكر أستاذ. أجدد التحية فقط للزملاء. بالنسبة للشروط والمهام التي قمت بذكرها حول المجلس التنفيذي والتي توضحت أكثر من خلال ما تفضل به كل من الأستاذ لحسن والأستاذة سمية،
سواء من خلال الأسئلة أو حتى من خلال التوضيحات. أرى أنه مهام المجلس التنفيذي هي مهام شاملة، يعني تجمع بين الشروط الأكاديمية والشروط المالية، وهي تمس عدة جوانب، مثلا جانب العضوية وجانب مراجعة ودراسة المقترحات المقدمة سواء كانت مؤتمرات أو ملتقيات أو غير ذلك. أيضا تمس الجانب التنظيمي التخطيطي، كأنه المجلس التنفيذي هدفه الأول والأخير هو السهر على السير الحسن لعمل اتحاد فلاسفة العرب. فقط يعني يبدو أن الأمور واضحة. لدي فقط بالنسبة لمسألة العضوية، أنا من رأيي وفي تقديري أرى أنه من بين شروط تجديد العضوية أن يكون صاحب بطاقة العضوية على الأقل أنه نشط ومنخرط في نشاطات الاتحاد، يعني بغض النظر إذا كانت لديه ورقات بحثية منشورة يعني في هيئات علمية أخرى، لكن الشرط الرئيسي هو أن يكون منخرط في نشاطات الاتحاد فلاسفة العرب. هذا يعني شرط أقترحه. وبالنسبة فقط لأعضاء المجلس التنفيذي، وأنتم كنتم قد تفضلتوا بأنه بإمكان هو يعني تقريبا وضعت 8 أعضاء، بالإمكان التقليل أو زيادة قليلا، يعني متى يمكننا فقط أن نقترح بعض الأسماء؟ عفوا. بالنسبة لأعضاء المجلس التنفيذي أستاذ، قلت أنه من بين مهام المجلس التنفيذي أنه يمكن له اقتراح أعضاء جدد. نعم. متى يمكننا أن نقترح هؤلاء الأعضاء يعني؟ من الآن، من الغد. نعم. معكم الصلاحيات. يعني هي الجلسة بدأت، الجلسة الأولى بدأت، وبالتالي هي تبدأ معها كافة المهام وكافة الصلاحيات المجلس التنفيذي. طيب. بالتالي من المفترض أن حضراتكم تكونوا على تواصل، في تواصل مستمر في المجموعة اللي احنا عملناها على الماسنجر كفريق عمل. وأؤكد على هذه الكلمة أكثر من مرة. التواصل كفريق عمل، سواء مع الدكتورة سمية أو مع محمد عرفات أو أيا كان. نحن نتواصل كفريق عمل واحد، ونبدأ في الانخراط الفعلي في المهام المسندة أو التي نحن بصدد إنجازها لأجل اتحادنا، اللي هو اتحاد الفلاسفة العرب. نعم أستاذ، فقط بالنسبة لعضويتي في اتحاد الفلاسفة العرب، وكان قد تواصلت مع الأستاذة سمية وهي مشكورة، وكانت يعني قد وضعت لي جملة من السادة التسهيلات. سمية، اعتذر، السادة سمية، نعم. نعم. المرجو إطفاء المايك. طيب، شكرا أستاذ، شكرا. قلت فقط أستاذ بالنسبة لعضويتي في اتحاد الفلاسفة العرب، يعني تواصلت مع الأستاذة سمية بشأن دفع الرسوم، وهي مشكورة كانت قدمت لي جملة من التسهيلات وأرسلت لي حسابها، ولكن يعني للأسف لم أستطع تسديد هذه الرسوم، لأنه مركز البريد الذي ننتمي إليه قال أنه يعني عملية إرسال الرسوم إلى خارج الجزائر لا يتوفر عليها، يعني هذه نقطة فقط، رغم أن الرسوم التي خصصتها لاتحاد الفلاسفة موجودة تقريبا منذ شهر وأنا أحاول، لكن للأسف لم أستطع تسديدها. تمام، واضحة الفكرة أستاذ شهرزاد. هو يعني إن شاء الله سيتم حل هذه المشكلة قريبا. نعم أستاذ. يمكن خلينا نوضح النقطة الثانية. سنعمل سنعمل على حل هذه المشكلة في أقرب أجل، مش بس عشان حضرتك ولكن بخصوص كافة الراغبين في الانتساب للاتحاد من دولة الجزائر الشقيق. النقطة الثانية اللي أحب أوضحها بخصوص طبعا رسوم العضوية وإصدار بطاقات العضوية. يمكن أنا تأخرت في إصدار بطاقة حضرتك وإصدار بطاقة الدكتور رحسن التحماني. هو يمكن أسباب التأخر كانت طبعا أسباب مزدوجة حقيقة. يمكن السبب الأول إن الفترة الماضية طبعا كان الكمبيوتر بتاعي للأسف الشديد اتحرق، فكانت خسارة كبيرة حقيقة يعني، وعطل أو أخر العديد من المهام بإنجازها. ولكن السبب الأهم في الموضوع إن أنا أجلت إصدار بطاقات العضوية لحضراتكم لحين الالتقاء في هذه الجلسة والتنسيق والاتفاق. ربما يكون هناك مثلا أحد الأشخاص
يرفض أو يرى أن هذه المهام قد تعطله عن أمور أخرى، وبالتالي يعتذر عن الانخراط في اللجنة. لكن هذا هو السبب الأساسي والسبب الجوهري. وإن شاء الله يعني بعد الانتهاء من هذه الجلسة ربما لاحقا الليلة أو غدا على الأقل الساعة التقدير سيتم إصدار بطاقات عضوية حضراتكم وتجدونها على الموقع الرسمي للاتحاد، وكمان سيتم إرسالها لحضراتكم على الفيسبوك. إن شاء الله أستاذ، بارك الله فيك. شكرا. دكتورة سمية كانت رافعة يدها، اتفضلي يا دكتورة. شكرا دكتور محمد. بالنسبة لمشكلة شهرزاد بإرسال الماء، كنت اقترحت على أن تكون على ويسترن يونيون وتكون أسهل، بما أنها لا يمكنها ذلك. قدمت لها أنثروبولوجي معنا، هذا دليل على انفتاح الفلسفة على جميع المجالات. ويبقى سؤال أخير، يمكن أن نجتمع مرة واحدة في 6 أشهر كما يمكن كما قلتم للاضطرار أن نجتمع قبل 6 أشهر أو قبل شهرين. أوكي دكتور محمد؟ تمام. هو مواعيد الاجتماع بتعود أو بترجع إلى حضراتكم. شكرا. شكرا دكتور لحسن، هل هناك إضافات أو تعليقات أو تعقيب أو تشابه؟ أشكركم وأشكر الزميلتين على ولنا لقاء سابق إن شاء الله. من التوفيق للجنة أستاذة شهرزاد. والمجلس التنفيذي في مهامه. والله يا أستاذ يعني الحمد لله كل النقاط واضحة، على أن يكون لقاء قريب إن شاء الله فقط. تمام إن شاء الله. هو في العادة نحن على تواصل مستمر، يعني مش لن ينقطع الاتصال على مدار ال6 أشهر. سيكون التواصل بطبيعة الحال موجود يعني بيننا، سواء على الفيسبوك أو على الواتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى، ولكن الاجتماعات زي ما قلنا يعني برضو هذه النقطة بتعود لحضراتكم، واتفقوا فيما بينكم على مواعيد الاجتماعات. ربما نقطة أخيرة أود أن أشير إليها في ختام هذا اللقاء، هو اللقاء الأول. حقيقة أنا سعيد بهذا الاختيار وهذا الانتقاء لعديد الشخصيات. مثلا معنا الدكتورة سمية بيدوح، أستاذة عاملة أو بتعمل، يعني عشان ما حدش يفهم معنى الكلمة خطأ، بتعمل أو منتسبة لإحدى الجامعات. ومعنا الدكتور لحسن دحماني، وهو يعمل في مجال التدريس في المرحلة الثانوية، هذا إثراء للجنة. ومعنا أيضا الأستاذة شهرزاد، وهي بتجمع المرحلة البحثية بين باحث الماجستير وباحث الدكتوراه. هي طبعا باحثة الدكتوراه، ولكن لديها الحمولة التي سنحتاج إليها لاحقا. يمكن أنا تواصلت معها الفترة الماضية لأجل التنسيق للقاء قريب. حقيقة لم أفصح لها عن طبيعة هذا اللقاء وطبيعة الأسئلة التي قد نطرحها في اللقاء، ولكن أرى أن هناك تنوع بين شخصيات المجلس التنفيذي، وبالتالي هذا سيعمل على إثراء الاتحاد وإثراء المجلس التنفيذي ومهام المجلس التنفيذي بصفة عامة. سعدت كثيرا بحضوركم وانضمامكم، طبتم وطاب مساكم. نحن من لنا شرف الانتماء إلى هذا الاتحاد دكتور محمد، شكرا جزيلا. نتشرف كثيرا بكم وبالزملاء الأفاضل، يعني شرف كبير أن ننضم إلى اتحاد الفلاسفة العرب. نتمنى أن نقدم له إلى ما هو خير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب النقطة الأخيرة عشان ما أطولش على حضراتكم أكتر من كده، في المهام المجلس التنفيذي، المهام أو المهمة الأخيرة من مهام المجلس اللي هي يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس لإدارة الاتحاد تقريرا عن أعمال المجلس. أعتقد أن هذه الجلسة هي من أعمال المجلس. بالتالي لن نقول نحن بحاجة إلى تقرير، ولكن ليتم تحويل التقرير إلى مقال
ينشر على الموقع الرسمي للاتحاد، يفيد باجتماع المجلس التأسيسي، المجلس عفوا التنفيذي للاتحاد بتاريخ كذا وكذا وكذا، وبحضور كل من فلان وفلان وفلان، طبعا بتحديد الهوية والأسماء البلدان، إضافة إلى إدراج الخطوط العامة التي تناقشنا فيها. وينشر هذا المقال، ينشر المقال على الموقع الرسمي للاتحاد، ويفضل لو يتم نشره على بعض المواقع الأخرى إضافة إلى نشره على الموقع الرسمي للاتحاد. أنا لن أرشح أحد لهذه المهمة، ولكن هذا شأنكم، تفاهموا فيما بينكم في هذا الموضوع. ولكن الاجتماعات اللاحقة سواء كنت أنا حاضر فيها أو مانيش حاضر، سيكون هناك تقرير عن الاجتماع أو الجلسة، بالإضافة إلى تحويل هذا التقرير إلى مقال في حالة استدعى الأمر إلى أن يكون هناك مقال عن الجلسة أو توضيحات للرأي العام أو لجمهور المتابعين والمختصين عن أعمال الجلسات. أنا كده كملت. شكرا. شكرا دكتور محمد، واضح. بإمكاني أن تمدني بالنقاط لأنكم تطبعون ذلك النقاط حتى أرسل لكم تقريرا مفصلا. لا، ما احنا قلنا بقى مش عايزين تقرير المرة دي يا دكتور. هذه الجلسة مش عايزين عنها تقرير. أنا هحاول على الأقل ندون أننا قد اجتمعنا يوم 13 نحاول التقرير على الساعة 10 في واحد في سيارته لا ما هو أنا حاضر معاكم، فأنت حضرتك هتكتبي لي تقرير على أي أساس؟ أنا موجود، وكمان معي كل الصلاحيات، مش شرط بحكم رئاسة الاتحاد، ولكن معي الصلاحيات من الهيئة الاستشارية للاتحاد، وبالتالي فلا حاجة لتقرير. أعتقد أن المقال يفي بالغرض، يكون وافي بالغرض اللي هو طبعا عن التقرير، وفي نفس الوقت هيعطي نفس الفكرة لكل المهتمين سواء من أعضاء الاتحاد أو من متابعين الاتحاد بصفة عامة. يبقى إذا يتحول تقرير هذه الجلسة يتحول إلى مقال وينشر، وأعتقد ممكن كمان السادة شهرزاد ممكن تساعدك في الموضوع، وهي طبعا نشاطها تكتب على أكثر من موقع منها صحيفة المثقف، وممكن كمان دكتور أحسن بحماني يتطوع يترجم المقال مثلا باللغة الفرنسية وينشر المقال في إحدى الصحف المهتمة بالمسائل الفكرية الفلسفية سواء في فرنسا أو خارج فرنسا. انا مش عايز اقعد اقترح عليكم اقتراحات علشان بس دكتور احسن بحماني ما يجيش يقول بقى في ديكتاتوريه والدكتور محمد هيمارس علينا الديكتاتوريه والكلام ده كله. انا مجرد ان انا بعطي لحضراتكم اشعارات فقط، بحكم ان انا كنت مسؤول عن المجلس التنفيذي، او كنت انا المجلس التنفيذي في فتره من نشأة الاتحاد الى اليوم، فانا بعطي لحضراتكم اقتراحات، وفي النهايه القرار بيعود لكم. انا اي حاجه بقولها مش توجيه، ولكن هي مجرد اقتراح او اضاءه على الطريق فقط، ومعكم كافه الصلاحيات لاتخاذ. أنا دكتور محمد من باب الدعابة قلت لك هذه الليلة ندون تقريرا حتى يكون التقرير فيه أننا اجتمعنا على الساعة 10 ليلا والدكتور لحظا في سيارته. ولكن ما فيش مشكلة. إذن لا مشكلة لدينا، هذا أول اجتماع وستكون لنا اجتماعات قادمة بإذن الله تكون فيها تقارير مع المقالات أيضا، وهذه المرة سنكتفي بالمقال كما ذكر الدكتور محمد. شكرا للدكتور لحسن، شكرا للدكتورة أيضا شهرزاد، وشكرا للأستاذ محمد حجازي، وأنصحكم وأقول لكم ليلة سعيدة. يا ريت قبل ما تقفلوا تاخدوا صورة ولا اتنين بس عشان تتنشر حتى مع المقال، يا ريت صورة جماعية عشان تنشر مع المقال.
حد من حضراتكم يكون فاتح مثلا من الكمبيوتر؟ أنا غير فاتحة كمبيوتر ولكن أحاول او سكرين شوت للشاشه، او لو ما فيش اعطوني ثواني بس. أخذت تمام ممتاز. أخذت مجموعة من دكتور لحسن تمام. هي كان يعني في الصور فعلا قبل يعني بتكون البداية. امور توثيقيه، حتى لو ما فيش، يعني حتى لو ما كانش بالامكان او تعذر التقاط بعض الصور، بعدين انا ممكن اخد مجموعه من الصور من مقطع الفيديو نفسه، من التسجيل نفسه، مفيش مشكله يعني. فهي دي برضو يعني حاجه كده على الطريق، يعني ده فكره يعني توضيح حاجات زي كده. شكرا لحضراتكم جميعا على هذه الامسيه الاداريه. ستجد بعض الصور قمت بإرسالها على مستوى الفيسبوك في المجلس التنفيذي. تمام. شكرا لحضراتكم، ونعتذر عن التاخير في هذا اليوم المرهق وهذا الوقت المتاخر، ونبقى على تواصل ان شاء الله. إن شاء الله. طبتم وطاب مساعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.